يا اختي، يا دي النيله السوداء، يا دي النيله السوداء يا يلا صور عادي. يا حبيبي انا بصور الناس كلها بتصور. يا حبيبي انا بصور. حبيبي تصور ايه؟ هو ماتش في الدوري الانجليزي؟ يا حبيبي الموضوع كبير. مع كامل احترامي ليك يا ابن بلادي، وانت راجل كبير ومحترم وعلى راسي من فوق، بس الصح لما تلاقي في احتجاجات، انت في المغرب سياحه لقيت في احتجاجات، ما يصحش ان انت تشارك فيها، ما ينفعش، عيب. عيب ان انت تصور، ما يصحش، مش من حقك ان انت تصور. كمان عايز تصور روح صور عندنا في مصر، ما احنا عندنا في مصر الاكشن ما شاء الله واصلين لليفل الوحش في الاكشن. وبعدين سامحني لو الموضوع العكس بقى، لو العكس، لو مغربي في احتجاجات في مصر ومغربي اللي بيصور، لا الكام خطوه لحد ما يوصل للباص هو هينتهي، مده صلاحيته هتنتهي في الحياه كلها. وفهمك كفايه، وحقهم الناس يتعاملوا معاك بكل اخلاق وبكل احترام. انت سايح لقيت في احتجاجات، ده شأن داخلي مغربي، مالناش دعوه. الناس هم اضرب مصالح بلادهم وهم عارفين بلادهم، هم حرين. ابعد عن المكان كله اساسا، ما افضلش في المكان، حتى ما اتفرجش من بعيد. خلاص ده شأن داخلي، هم الناس عارفه مصالح بلادهم. الله يا رب يصلح الحال بينهم يا رب، ويبعد عنهم الفتنه. وان شاء الله يا رب ما يحصلش اي اذى، لا الطير ولا البني ادم ولا الحجر ولا الشجر ولا لاي حاجه. والشعب المغربي الحمد لله رب العالمين شعب راقي وعارف مصلحه بلده، وشعب مش بيخرب وبيحب بلده. فالله يا رب يسترها عليهم يا رب، ويكونوا من احسن الناس. بس اخونا المصري اللي كان بيصور بصراحه عيب. حتى انت مالكش الحق ان انت تطلع تتكلم في الموضوع اساسا. يعني انا لولا ان في مصر في الموضوع ماليش الحق ان انا اطلع اتكلم عن الموضوع كمان، لان ده شأن داخلي فوق الداخلي كمان. هم الناس عارفين مصالح بعض وعارفين بلدهم، وهم احق ناس ان هم يتكلموا عن بلدهم. الله يحفظ بلدهم، الله يحفظ المغرب من كل شر يا رب. الله يا رب يبعد عنكم الفتنة، الله يحفظ الناس كلها. ان شاء الله يا رب كل المشاكل تتحل، ونشوفكم من احسن بلاد العالم، لان انتوا تستاهلوا كل خير والله. انتوا شعب طيب، شعب محترم، حبايب قلبي. سلام عليكم.